ما شاء الله قالوا لي الفرقة يعني الطوائف بشكل عام تأسسوا عام 1835. معناها ما شاء الله تبارك الرحمن من تلك الفترة وانتم على المنوال هذا. الواحد يتميز بحاجة من الطبال للبراح للبحرية للغزل للرايس. احنا كي نسمع قصيدة، القصيدة تكون إلهام يعني داخلي أو يعني تقعد تكتب فيها يعني مدة وتوزعها على الفريق. نقعد ساعات شهر ساعات 25 يوم 20 يوم مثال توزع على غزة مثال الحرب صار يعني نخمم عليها يعني مش ما هو يجي هو شيء رتبتها وجينا حفظناها والحمد لله. نبدو خونا رشيد. انت مش متخصص بالضبط على الطائفة؟ متخصص بحري تغني ويردوا او العكس؟ نغني ما نقول. عمي نصر دبوبة. عمي نصر دبوبة انت زدت كذلك بحري هذا الرئيس يعني مقرب ليه هو يغني مثلا وترد ليه ولا انت تغني وهو يرد؟ هو غنوا بعض ثلاثة ولا غنوا ثم جماعة من ثلاثة من تاني. ما شاء الله. عمي هذا هو اللي اعطاني قصيدة بتاع غزة، حسين بن حسن قريدة يا سيدي تشرفت بيك. انت زدت كذلك بحرية؟ بحري على حسب علمي البراح عمي غناي هذا ايش؟ هذا حتى غناي معنا غناي يقولوا بحرية. انت البراح طبال ما له وين البراح اللي معناها حوكي وحرايري يا سيدي. باش نبدا ثماش حاجه حصريه مازال ما تغنتش ولا شعر مازال ما تقالش؟ سيدي تو قلنا عمل اول اعطونا حاجه تاع دقيقه ونص. علاش مثال علاش هي جبتها لي كامله هيك بتاع لا مش على نجا بتاع غزه جبتها كامله. لا ما جابش كامله مش تعرف دياناته توكلوا مع سي العروسي بالهي ولا بالمعدل روح لا عتالي روحك وبعتالي ناخذوها مش معها. نقول وقت الزعم اصحابه يجل وقتاش يبدا النصر رفع الدين وقداش عانوا من مرار وذله على بلادهم واليوم راه صامدين ولا بان حق ورثهم محتله ويوجع حوالي شعوب فلسطين. الطوفان الاقصى نزل بغله رحاهم راح يزيد في المرجين. 7 أكتوبر بين روس الهله وولت معارك بينهم الاثنين وكسرهم تكسير زيه وقول له زيد الرهاين فوق من 200. بايدن بعث نتنياهو ولا دباب وسلاحات وكميين وجاه العتاد وكل شيء وصل له وراهم عدو الدين يا مؤمنين. غلق ليلها ظل مسواد كله على غزه وضرب ولا شيء. الطيار يقبل للسلميه تعال حرقها مدارس ولا سوي. تعال قداهم نشوفوا عمل طلع حلو تلف تشعروا بالعين. القيطع هبه والعدو ما خلى الرحم على اللي مات في جنين وتفرض ضعمتهم بالعله وتحت الرقام ارواح مردومين. السيسي خباره يقول لي بجاه الله حل المعافر كانكم مؤمنين تنصر حماس وجابها نصر الله وتنصر سرايا القدس الصامدين وتونس معاكم والشعب بكله ويا ريت كنا راهم مجاورين. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هذه مثلا القصيده هذه معناها قداش قعدت يعني تستلهم فيها وحتى لين انحفظت عندك وبديت توزع فيها للجماعه معك؟ قعدنا ثم 25 يوم حتى اللي تركبت كامله هذا جريل على هي ما شاء الله فريق الحسن هذا ما شاء الله. قعدنا نمشي معه ونجي نمشي معه ما نحفظناه والحمد لله ما شاء الله. تو يقولوا اللي الفرق عين غبنطن كلامهم مش مفهوم يعني في مش مفهوم صحيح. يعني هل هو كلام زي كلام يعني العامة كما تحكم معايا تو وغير تختصروا فيه ولا هو كلام آخر؟ كلام كلام لكن تختصروا فيه مع بعض ما سمعني مثلا سرب الناس قدام غنوا سمي اللي يفهم سمي يفهمش يعني الصوت لا ما عاد يفهم لو ما عاد فهمتها تو لا هذه قصيدة مفهومة. لا كما جابوا لي على النجعة وقت اللي صدفة صورتهم ما فهمت ولا كلمة حتى الجمهور ما فهم مجموع بالصوت العالي ما تفهمهاش بكده. هي تكمل فم هي البنة كي تبدا في هاك خاطر هناك لحقنا عليه. انا واحد من الناس وقت اللي كنت صغير حضرت على ناس وانتم متواجدين صحيح
قعدت نفكر كي كبرت، قعدت نفكر في النغمه كبرت معايا انا تو. حتى كي نشوف فيديو على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ونلقاكم نقعد نسمعكم حتى لو ان الكلام مش مفهوم، لان هكا يرجع لي للتراث والعادات التالي. نجيبوا حاجه ما بعضكم تو نرجع جابوها لي المره اللي فاتت، يعني حاجه المطر مثلا بعضكم شوي التم الحزن ولا لا طالنا خلق عمر خلق الحياة وراء ليل الحلمة توشنا نتينت شبيع المخلوق نتينت لمن المرتشل وباه الفايدة وابتل الصب وباه الفايدة وابتل الصب وحتى البر يتبدل هواه ولوز العاشة تعمل شب ويخرج وجه أزرق الماء ظل بيش أولاد العرب ومن عطوف للأبرق أهله معيز وظرفه يا مطر ربي يزيد يكسب ويعيثنا والفلاح لك نشلب ويربح هو والتاجر معاه إثبان الفايدة راس السبب وهذا قول مطالب صاه طلبت الله ويكمل الرب وهو يقدر مهنش معاه الله يحفظه من شو الغلب بشاش فعل محمد اسمه اسمع يا صوم يا وكل للعلم جميع المخلوق منها تعزز المال شلوق منها تعزز المال شلوق تستهل الحزن عدم الدوام جميع الاشارة تسهل العروق منين يفوت ويكذب العام منين يصحب في قابل يتوق وتبدا ساهية كل بالتمام يبان الرعد في وسط البروق وناس الناس تطول من المنام يقول صبت في ظاهر الفوق الشي وديان هالكاية تشمام الشب وصرح لا تلقي المروق وشبح الليل زايدني غرام واغلب لادمها تاخذ الظهور وزي العيد من عقب الصيام وتبدا طاربه جميع المخلوق وفي الميعاد يواتيني كلام اسمع يا صنع ويا الملح ما شاء الله. معنا بعد ما تكملوا تقولوا كما قصيدة زياد تكملوها بالصوت تبدو تهاجوا يبدا الطبال والبرش ما شاء الله يعني وانتم فاهمين بعضكم وهذا فاهمين بعض الحمد لله. وتو اكثر جهه اللي اللي يصير استقطاب يعني منها اكثر جهه هي تقريبا انا نقول ولايه مدينين بشكل عام اكثر شيء ولايه مدينين وخاصه في الصيف واكثر جهه واكثر مناسبه تمشوا لها هل هي مهرجان ولا فرح؟ نقولوا احنا فرح الاغلبيه فرح عراس عراس ظهور ايه تو يصدق
نجوع تو كذاكم انتم نجع بن قردان والحوايا ومسطوره سكارفه تواسين نقول قدامهم وبنت. لا نقصد يعني الاكثر مناسبه تمشوا لها، هل هي مناسبه عرس ولا نقولوا نجاح ولا طهور؟ لا العرس افراح، الاكثريه افراح. حتى في المهرجان حضوركم يعني بارد. هذا مشكل عرس المهرجان. حتى في الامور الماديه معنا نتصور عرس اكثر من تحضر مهرجان. صحيح. انتم وقتها مباشره مربوطين مع مول الفرح. مول الفرح. احنا نقولوا اللي مثلا عنده مناسبه عرس يتصل بعروسي دبوبه. نعم. وان شاء الله باذن الله تو نحطوا نمر التليفون بتاع سي العروسي دبوبه معنا رئيس الفرقه ان شاء الله. واللي يحب يتواصل معاه عنده مناسبه فرح عرس طهور مهرجان صغير ها هو القايد. هو حل ورمت عنده هو ما شاء الله يقول لكم على الفلوس ان شاء الله وراهم طيبين معنا راهم مش ناس كما نقولوا احنا يعني بالغلاء وكذا، لا يخدموا باللي غني الله هو هم اكثر شيء على الجو وناس طيبين للامانه الحمد لله. سي العروسي نعم يعني قبل شوي قلت لي اللي قعدتوا كان 4 طوائف. قعدنا 4 طوائف. علاش من الاول قداش كنتوا طائفه؟ كنا هنا عرشنا هذا نواجه 7 طوائف. 7 طوائف. نعم البدايه. وعلاش قعدتوا 4؟ هل هي نقولوا احنا مثلا الامور الماديه هي اللي اثرت على الموضوع؟ اكيد الدعم هو اثر على الماديات. الدعم يعني ما هناش يعني حاجات اللي هي يعني ولد الشباب الشباب بدي ما الحاجه يدخل معش يرجع للتراث والتقاليد. ايش عارفين احنا زي حاجه فات بس راه بيجوا حاجه فيها الصوره بالاخر معنا بيجوا المغادي تناديه يجي شباب. ما دام فيها شيء يقول لك انا اخوي نشد المرم ونشد حاجه اخرى خير منك. لكن والله العظيم انا باش نكونوا واضحين وهذا على مسؤوليه الكلام هذا، ارى اغلبيه الشباب مازال يحب يرجع لعادات التراث. صحيح راهو معناها سبحان ربي معناها انا واحد من الناس وهاك وكلهم مازال يحبوا يسمعوا شنو كانوا يسمعوا جدودنا قبل. صحيح. كيفاش تكون كيفاش كانوا اعراس. اغلبيه قبل الاعراس شكون فيه ما حبينا ولا كرهنا هم يعني الفنون الشعبيه فرق يعني تعين قبنت صار حبينا ولا كرهنا. وتوش معناها يعني كان احنا نقول نشوفوا المحرمه هذه معناها شال صغير يلف على رقبتكم والفرق وكل نفس الشيء وتتميز في شنو بالضبط يعني. هذا دم الشهداء نتاع تونس. هذا يمثل دم الشهداء نتاع تونس يعني مثل علم تونس يعني نقول يعني هذا مستلهم من علم تونس ما شاء الله. يا سيدي تشرفت بمعرفتكم وسعيد جدا باللقاء اللي كان معاكم وعلى حسن الدعوة والاستقبال ما شاء الله تبارك الرحمن يا سيدي.